السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ ألف عين من العراق، يقول فيه: ما حكم الأحلام في اليقظة، وهل فيها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله. الأحلام لا تكون إلا في النوم، ما تكون في اليقظة. ما تسمى الرؤيا حلم إلا في النوم، فإذا رأى في اليقظة لا يسمى حلم، يسمى مشاهدة ورؤية أو سماع. ولعلك تريد الأحلام في النهار يعني، لا في الليل، فالحلم في الليل أو في النهار لا نعلم فرقا. ومتى كان الرجل من أهل الصدق في يقظته وفي أحاديثه فالغالب أن مرائيه تصدق، فإن كان كذابا فالغالب أن مرائيه مثل حالة اليقظة ليس عليها اعتماد. والسنة المؤمن إذا رأى خيرا أن يحمد الله عليه ويخبر به من يحب، وإذا رأى شرا أن لا يخبر به أحدا، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حين استيقاظه، ينفخ عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم ينقل على جنبه الآخر ولا يغره ولا يخبر به أحدا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليخبر بها من يحب، ومن رأى رؤيا يكرهها فهي من الشيطان فلينفث عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم لينقل على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. والله أعلم. أحسن الله إليكم.